سيد الوزير، هو فما يعني البعض اللي من يدعون للمقاطعة بما فيهم الدكتور أبو يعرب مرزوقي والدكتور محمد علي حراث أيضا يوم الأحد، يتحدثون على أنه لا يمكن التعويل على العيش زمان لأنه لا يوجد وراه غطاء سياسي قوي، وأنه إن فاز قيس سعيد مثلا بالتزوير لا يمكن للعياشي زمان مثلا أن يطعن في النتيجة ويكون مثلا قائد يمثل المعارضة أو التوجه الذي سيعارض قيس سعيد. كيف ترد على هذه النظرية؟ شوف، هذه تقديرات، هذه معناتها تقديرات معينة. وأنا شخصيا وقت اللي سمعت اللي قالوا ما نعرفش توجد دويتي رجعت عليها معناتها في ذلك الوقت. أنا لا أطمئن كثيرا لتنظيرات المحترم جدا وصديقي أبو يعرب المرزوقي. يمكن هو أستاذ فلسفة يجي يعطينا النظريات، أما عنده نمنمة الشيعة ونمنمة الدولة الفاطمية ونمنمة إيران وإلى غير ذلك. معناتها أنا شخصيا ما لا أطمئن إليه. وهي تقديرات باهي في الحالة. ما هو وقت اللي هو يحب يدفع للمقاطعة ما هو يجي مش يطلق الزمال. يجي احنا بالنسبة لي قلنا الزمال زعيم سياسي، قلناش لا زعيم لا محزنون. ديما نقول لعل ربي يجيب لنا حد اخر طبعا الجلسة العامة. لكن كان ثم الزمال رجل خطير نفس مؤمنة. انا نقول لكم نص مؤمنة 2019. سيد الوزير على المقاطعة سامحني، لأنه في نفس السياق، لأنه هنالك من يقول طيب لماذا أقصى الجميع وترك الزمال؟ إذا الزمال هو بيدق من بيادق المسرحية وسيستعمله قيس سعيد فقط يعني لجلب الناس للمشاركة في الانتخابات فقط. وصارت الأحداث اللي بعدها مش تبين مع عدم صحة هذا اللي قالوا ما ليش عملوا في قضايا تو يحبوا وقفوا. لا هذا شوف علاش خلاوه ولا غير ذلك. انا نقول لك هم خلاوه لانه اعتبروه ماشيين معولين على مقاطعه الانتخابات ومعولين على اللي جابوه. ما هوش لا عنده حزب وراه لا زعيم لا وجه سياسي معروف ما يجيب الجمهور. لكن وقت تقلبت الشوامي وتو الناس وقلبنا قلنا ما عادش نقاطعوا نحبوا نرجعوا وشادين على هذا الفرس هذا على الرغم من ضعفه وزال واللي تعبوا شادين فيه. لكن احنا مستعدين نعطيوه هرمونات قويه ضد قيس سعيد وبعدها من ربي احنا وياه. احنا ندخلوا في اللعبه السياسيه، هنا ندخلوا في السياسه. وكم من فرس خاص استطاع ان يقفزوا به. معناتها الامر معناتها يخضع للتقديرات ويخضع للعمل السياسي. وما زلنا لحد الان انا نقول لك العيش الزمان لو كان بيدق من البيادق هو الساق من كل شيء يحب بيدق. هو عيش الزمان عنده تو عام هو يحب يترشح للرئاسه ويستنى في الرئاسه. هو بالنسبه لي هو عنده يمثل في جيل جديد ويمثل مقاربه جديده ويحب المصالحه الوطنيه ويحب الناس تخدم ويحب يطور الاقتصاد ويحب الحريات ويحب التشاركيه. هذا هو. وكلاش انتقل هو من تحيا تونس للنداء ولا ما عندوش لا ايديولوجيا لا شيء. رجل براغماتي معناته يحب حتى المصالحه ولا الحريات لا تخدم الاقتصاد. عنده بالنسبه لي هو عنده الملف الاقتصادي والاجتماعي والمهيمن على راسه باعتبار رجل اعمال وعنده معناته خدم في الجهات والى غير ذلك. يعني عنده جي عامل تالي. هو بقى موش شخصيه معروفه، ما هوش شخصيه معناتها معروفه بمواقف وناضله تقبل الى غير ذلك. هو دخل السياسه معناتها بالطرق السهله عن طريق نيدا تونس وبعد مشى مع الشاهد مع يحيى تونس وبعد استقال ما نعرفش وعمل حركه عزيمون. حركه عزيمون اطلعوا عليها شوفوا معناتها متواضعه ما هيش لا عندها لا ايديولوجيا لا عندها شيء. معناتها هيك المقاربات التقليديه نتاعنا ماهوش طفره فيها. بالنسبه لنا احنا القضيه عايش الزمان راهو هو فقط هو حصان طروادة عندي. هو حصان طروادة واضح. حصان طروادة هكا الحصان ما هو خشبي ما في حد شيء. لكن استطعنا ندخلوا بيه نفتحوا طروادة. هذا حاجتي انا. وقت اللي يولي عندها عبد اللطيف المكي مثلا ولا زنيدي نولي منطقه اخر ما عادش حصان طروادة تولي حاجه اخرى. حاشي بحصان طروادة ولزمني انا ندفعوا
ونطمنه ونقف معاه وجيش من الشعب ونعبيه والى غير ذلك، وباش يولي هو مدين ليا، فهمت، وناخذ من عنده التنازلات بالنسبه للجاي. هيك السياسه كيفاش تخدم خويا، ما تخدمش حاجه اخرى.